الروايات الصحيحه والضعيفه دي احنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم قالها ولا لا، فاحنا عارفين الروايات الصحيحه وعارفين الروايات الضعيفه. مش اي حد يقدر عندنا يقول ده الرسول قال كذا، لا مفيش الكلام ده عندنا. لكن انت عندك لا، ده كان بيحصل. وجي واحد في القرن الرابع قال لا والله يا جماعه 27 صفر اللي ما حدش امن بيهم دول خالص قبل كده، خلاص لازم نعتمدهم، وتم اعتمادهم بالفعل. والروايات دي برضو عندنا ليها اسباب لضعفها وصحتها. في 5 شروط في كل حديث، لو في روايه فيهم لم ينطبق عليها شرط من ال5 تبقى روايه ضعيفه. انما انت عندك مفيش اصلا ضابط ولا رابط. كتب انتوا حطيتوا اسماء عليها بتقول ده كتبها متى وكتبها مرقس، في حين انت عندك كتب موجود عليها اسماء ورافضها. طب ايه الرابط في الامر؟ الكنيسه هي اللي قالت والله احنا الروايات الموضوعه اللي احنا عارفين انها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين مين كتبها، عارفين مين قالها، وعارفين مين نقلها. تخيل الموضوع، انت الاناجيل لا عارف مين اللي كتب ولا عارف مين اللي استلم ولا عارف مين اللي نسخ ولا عارف اي حاجه. قارن بالعقل كده، ده واقع. انت مش عارف مين كتب مين كتب انجيل متى ده، مش عارف. طب مرقس مش عارفين. طب ايه الدليل ان مرقس هو اللي كتب؟ مفيش دليل، هو الاسم محطوط عليه. طب ما الاسم ده اتضاف في القرن الثاني زي ما بيقول ابائكم، مش كلامنا. انت متخيل 4 اناجيل انت مش عارف اتكتبوا لمين وما عندكش دليل هم اتكتبوا لمين؟ يعني انجيل لوقا ده اتكتب لواحد اسمه سوفيلوس. مين سوفيلوس ده؟ واحد من اعيان مش عارف ايه. ايوه مين ده يعني؟ مين اللي راح له كتاب ربنا واحتفظ بيه شاله عنده وبعد كده طلعه؟ متى كتب لمين؟ مين اللي خد من متى وبشر بانجيل متى؟ مفيش، مش عارفين. تخيل احنا في المقارنه بقى، احنا عندنا القران كل ايه او كل سوره ليها اسباب نزول، عارفين نزلت في ايه ونزلت ازاي ومين حاضر، كل تفصيله. والايات دي انزل الله سبحانه وتعالى على من او ايه الموقف.